في الشهر السادس أرسل جبرائيل إلى فتاة عذراء واسمها مريم، فدخل قائلا لها: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. هوذا نعمة الله، فليكن لك قولك المفرح لقلبي. سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت وفكرت في الكلام، ما هذه التحية وما هذا السلام، فقال لها جبرائيل: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت له مريم: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا وما زلت عذرا؟ فقال لها جبرائيل: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهوذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت له مريم: هوذا نعمة الله، فليكن لك قولك المفرح لقلبي. لأني لا أعرف شيئا سوى صوتك الآن تبشرني بفرح آت إلي من السماء. فقت أصدم نفسي الرب وتبتهج بروحي، لأنه نظر إلى أمته وإلى اتضاعها. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن الله القاضي صنع بي عظائم. أجل هذا نرتل مع إليصابات وإني: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمر بطنك، أتخلص المسكن ومقعد العداوة عنا، وقرر لنا سلام. هو يرانا إلى أبد الآباد، نسبحه ونمجده ونزيده هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له،
نسبحه ونمجده ونزيده علوا. اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بمغفرة خطايانا. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة الأمينة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.